السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو لسه اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملوا اشتراك وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وقولوا رايكم في الكومنتات. بنات كتير سالتني او كانت مش عارفه ايه المايو الوتر بروف او ايه المايو المحجبات الشرعي، وقالوا لي اتكلمي عنه او ورينا صوره. فانا حبيت بس اوضح ان دي المايوهات اللي كانت بتنزل عموما، يعني بقى لها سنين طبعا، اللي هو البوركيني. المايو بتاع المحجبات العادي خالص المعروف، وبيبقى فيه طبعا باشكاله المختلفه، بس انا شايفه ان ده كله بيبقى لازق على الجسم وكله بيبقى مفسر، فمش ده خالص اللي انا بتكلم عليه. ومؤخرا نزل منه الشكل ده اللي هو المفروض ان هو للمنتقبات او المختمرات او كده، ان هو بشكل عباية، بس برضو قماشته مش القماشة اللي تمنع المية او القماشة اللي ناشفة اللي ما تجيبش مية عليكي او ما تلزقش. بالعكس قماشته بتبقى طرية وبيلزق جدا على الجسم، بحس انه ملوش اي لازمة خالص. هو كاسم بس، لكن هو بيفسر الجسم. لكن المايو اللي انا بتكلم عليه فعلا هو ووتر بروف، اللي هو زي ده نازل منه القصير كده اللي هو المحجبات عادي، ونازل منه اطول شويه، نزل يعني كذا براند نزلوه. ده تبع كرانيش، حتى مكتوب اهو اللينك بتاعهم. عاملين بيجات على الفيسبوك وعاملين جروبات وعاملين حاجات كتير، وناجحين بقالهم سنين في الموضوع ده، وناس كتير خدت منهم، وفعلا البنات جربوه. في ريفيوهات كتير وحلوه عنه، في ناس متصوره وهي في البحر وطالعه من البحر اصلا، وموضحه قد ايه الفيديو، قد ايه ان المايو مش لازق خالص وبيطلع بينشف في ثواني. فبصراحه انا شايفه ان ده عملي جدا وكويس جدا. هو خامته عامله زي المشمع كده شويه، ووتر بروف، وفعلا ما بيشربش ميه، وبتطلعي في ثواني تلاقي ما فيش اي ميه خالص، والمايو نشف في ثواني لان هو اصلا مش شارب ميه، وما بيفسرش الجسم ولا اي حاجه. تقدري ان انت تنزلي بيه وانت مطمنه بقى، سواء محجبه او مختمره او منتقبه. لان انا شايفه ان حتى المايو التاني اللي هو الاولاني خالص اللي اسمه المحجبات، انا شايفه انه ده مش مناسب لبس محجبات، ده مش لبس محجبات. المفروض انت محجبه برضو تكوني لابسه لبس ساتر، ما ينفعش يبقى مجسم كده، لكن كله عاملينه مجسم. ده عاملين منه الاشكال دي، وفي منه الوان، اغلب الالوان موجوده، ونزلوا منه اشكال تانية، حاجات منقوشه، في ستايلات كتير منه. وزي ما قلت لكم تبع، ففي هتلاقيه اونلاين، وهتلاقيه كمان في براند تاني هوريهولكوا بتاع حياء فاشون، ليهم مقر وليهم اماكن تقدري تروحي وتقيسي وتجربي بنفسك وتشوفي المقاس المناسب. واعتقد مقاساتهم يعني بتبقى اكبر كمان من العادي، وكمان البنطلون اللي تحتيه برضو بيبقى واسع، ما بيبقاش مجسم او بيبقى بنطلون استريتش او الكلام ده، بيبقى واسع، فكله فضفاض وواسع. طبعا لو انت مختمره او منتقبه بتختاري الستايل اللي هو الطويل خالص. لو انت محجبه، او برضو حتى لو انت محجبه عايزه تجيبي الطويل مفيش مشكله. المقصود ان هم عاملين قصير شويه لو انت مش ممكن تلبسيه، لو طبعا مش على نقاب، او الطويل زي ما تحبي. ونازل منه اشكال كويسه وكل الالوان اللي انت تحبيها. فبصراحه انا ما جربتوش انا كتجربه شخصيه، بس اعرف ناس كتير جربوه كويس جدا، والبنات اللي جربوه واتكلموا عنه كتير بصراحة، والموضوع بقاله سنين مش لسه جديد يعني. فده اللي انصح بيه. المايوهات التانية بصراحة مش كويسة، وكلها بتبقى مفسرة الجسم وملهاش لازمة. فده اشكاله حلوة، وبدأوا يطوروا فعلا في اشكاله. دلوقتي عاملين معاه، في منزلين معاه شنطة، وسعره يعني اسعاره ممكن تبقى غالية شوية، بس عشان خامته فعلا كويسة. بس هو الفيديو كان عن المايو الوتر بروف، لان في بنات مش عارفينه، او في بنات كانت ممكن تفهم كلامي غلط وتاخد الكلام على اني بتكلم عن المايوهات اللي هي الاولانيه اللي في الصور وتشيله وانا اشيل ذنبهم. فلا، انا ما اقصدوش خالص، انا اقصد الوتر بروف الخامه التقيله ده. اهو ده بتاع حياء اللي انا قلت لكم عليه، نفس الاستايلات تقريبا ونفس الخامه بتاع كورنيش. الاتنين يعني براندات كويسه جدا ومعروفه، والاتنين انا واثقه فيهم. لو عايزين تجيبوا من اي حد منهم، مش كاعلان والله ولا اي حاجه، انا معرفهمش اصلا يعني كمعرفه شخصيه، بس هما براندات محترمه وكويسه وبقالها سنين، واثبتت فعلا كفاءتها. فمادام خلاص حاجه كويسه نشجعها ونقول فيهم كلمه حق. اشكالهم كتير جدا، انا بحاول ان انا اجيب لكم اشكال مختلفه عشان تعرفوا ان هما يعني لكل الاذواق. مش هتلاقي انه شكله نمط اسطمبة واحده او كده، لا، عاملين اشكال كتير والوان كتير زي ما تحبي بقى انت عايزه تلبسي ايه. يعني بصوا كمان الشكل ده اللي هو المنقوش من على الكم ده، الكمام ده لسه نازل جديد، وبصراحه شكلهم حلو قوي، عاملين اكنهم فساتين، ما تحسيش ان هي حاجه شكلها وحش او حاجه يعني مختلفه، لا شكلها شيك بصراحه، وتنفع حتى في الخروج العادي لو انت خارجه عادي كده، خروجه في المصيف يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت افيدكم.
بس كده، وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتقولوا رايكم في الكومنتات، ولو حد جرب فعلا مايو من المايوهات دي برضو يقولوا لنا تجربته في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.